سيدنا عبد الله بن عمر بيقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. زكاة الفطر دي زكاة سببها ان انت صمت رمضان. ليه بطلعها؟ اول حاجة علشان تواسي الفقراء والمساكين ان هم في العيد ما يسألوش الناس، انما يبقى عندهم الاكل بتاعهم. الحاجة التانية بتشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة ان ربنا من عليك بالصوم، وكل نعمة ومنة من الله عز وجل محتاجة الشكر من العبد لربنا عليها سبحانه وتعالى. زكاة الفطر دي صاع من تمر او صاع من شعير. وقتها بتطلع امتى؟ وقتها ليلة العيد، يعني مع غروب شمس اخر يوم في رمضان بتطلع صدقة الفطر. ينفع اطلعها قبل كده؟ ينفع اطلعها قبلها بيوم او قبلها بيومين. طيب عددها قد ايه او حجمها قد ايه؟ صاع من تمر او صاع من شعير. التمر او الشعير او الرز او اي حاجة هي قوت البلد او غذاء اساسي في البلد الناس بتعتمد عليه. الصاع ما يقرب من 2 كيلو 700 جرام. هيطلع عن مين؟ كل الناس بيطلع عنه، الكبير والصغير والحر والعبد والرجل والمرأة، كل الناس بيطلع عنهم صدقة الفطر. الطفل الصغير اللي بيرضع يطلع عنه، يطلع عنه. طب الجنين في بطن امه ما يطلعش عنه، طالما ما نزلش قبل غروب الشمس ما يطلعش عنه. يستحب عايز تطلع عنه طلع، ولكن لا يجب ان هو يطلع عنه. قلنا الصاع 2 كيلو 700 جرام. يبقى مثلا لو اب عنده ولد وبنت وزوجه، هيحسب بقى على عدد افراد الاسره بتاعته ويطلع على الكم بتاعهم، كل شخص عليه صاع من تمر او شعير او رز او زي ما بيطلع. لازم اطلعها رز ولا ينفع اطلعها فلوس؟ الاصل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطلعها رز. طيب انت عايز تطلعها فلوس مفيش مشكله خالص، بس طلعها لوكيل عنك. يعني ايه؟ جمعيه او مسجد جنبيك، الناس دول عارفين الفقراء وعاملين بحث عنهم وبيروحوا يدوا لهم، فانت هتطلع الفلوس دي للناس دي، تقول لهم مثلا 5 افراد وتديهم القيمه بتاعتها، هم بيروحوا يشتروا الرز او يشتروا الشعير او يشتروا التمر ويوصلوا للفقراء اللي هم عارفينهم. لو انت عارف الفقراء وهتعرف تطلع لهم، اعمل انت كده. يبقى انا عندي الخيارين مفيش مشكله خالص، اطلعها للفقراء بنفسي او ان انا اطلعها فلوس للشخص اللي هيبقى وكيل عني في ان هو يخرجها. طيب ينفع ابدر عن ليله العيد؟ ينفع يوم او يومين ما فيهوش مشكله خالص. وبالنسبه للي هيدي ليه الوكيل، ينفع ان هو يديها له في اي وقت في رمضان، والوكيل ده بيجي في اخر رمضان وبيتحرى ان هو يطلعها ليله العيد زي ما كان بيعمل النبي عليه الصلاه والسلام. طيب خلاص، احنا كده اتكلمنا عن ان انا اطلعها حبوب زي ما كان بيعمل النبي عليه الصلاه والسلام، او ان انا هطلعها فلوس للوكيل اللي هيطلع عني حبوب. طيب لو انا بقى رحت للفقير نفسه واديته الفلوس، هل كده تجزئ عني؟ على قول اهل العلم، بعض اهل العلم قالوا هتجزئ، وبعض اهل العلم قالوا مش هتجزئ، لان ده بيخالف فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فانت دايما في عباداتك تحرى ان تفعل اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاه والسلام. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.